السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال يا رب. النهاردة قلنا نعمل حاجة كده حلوة مع شاي بلبن، مع شاي سادة، حاجة كده حلوة. قلنا نعمل كيكة. جبت كوبايتين دقيق، وزي ما انتم شايفين طبعا نخلتهم في المنخل ده، كوبايتين دقيق، وحطيت عليهم الخميره بتاعه الكيك شيف دي جميله جدا يا بنات، حلوه قوي. حطيتها تمام، وايه حركينهم كده على جنب. وجايبه 3 بيضات ونص كوبايه سمنه اهي، نص كوبايه سمنه، ونص كوبايه لبن اهي، نص كوبايه لبن، و3/4 سكر، 3/4 كوبايه سكر. يبقى 3 بيضات، نص كوبايه سمنه، 3/4 سكر، نص كوبايه لبن. كل دول يا بنات هنبتدي نفضيهم زي ما انتم شايفين كده في الشفشق بتاعنا. هنعملها في الخلاط ونحط عليها كيس الفانيليا ده. تمام، اهو يا بنات فتحته. هنحط الفانيليا على البيض، على 3/4 كوبايه سكر، كل الحاجات دي كلها، كل المكونات نحطها مع بعضها اهي، على اللبن، على النص كوبايه سمنه اهو. تمام، نبتدي بقى نضربهم في الخلاط وارجع لكم. انا يا بنات اهو ضربتهم في الخلاط، كل السوائل كلها ضربتها اهي في الخلاط اهي. نبتدي بقى نجيب بقى الدقيق اللي عليه كيس الخميره الكيك شيف، ونبتدي بقى ننزل كده الخليط كده اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده. نبتدي بقى نضرب كده بالمضرب اهو. شايفين يا بنات؟ انا مش عايزاكم ايه تضربوها جامد، هي بس مجرد ان الخليط كله يخش في الدقيق اهي، زي ما انتم شايفين اهي يا بنات. بصوا اهي. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا وننزلها. نجيب الصينيه دي يا بنات اهي، ندهنها بس كده، ندهنها دهنه سمنه. نبتدي بقى ننزل الخليط كله زي ما انتم شايفين كده. سهله وبسيطه يا بنات، مش محتاجه مجهود. اي بنوته كده تقدر تعملها بمنتهى السهوله اهو، زي ما انتم شايفين كده. نبتدي ننزلها كده اهو اهو اهو، زي ما انتم شايفين كده. تهزوها كده كده اهو اهي، زي ما انتم شايفين. يلا بقى ندخلها الفرن. بصوا يا بقى، نسيت اقول لكم انها تتحط على درجه حراره 180 عشان ما تتلسعش، وتبقى في الرف من فوق عشان ما تتلسعش منكم من تحت. يلا بينا نسويها ونرجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين يا بنات اهي، الكيكه بتاعتنا طلعت زي الفل. وعايزين تعرفوا انها هي ناجحه، اعملوا كده. لو السكينه طلعت كده اهي زي ما انتم شايفين اهو، اعرفوا ان هي مستويه وجميله. يلا بقى جدعان واعملوها. اتمنى تكون الطريقه سهله وبسيطه. يلا جدعان واعملوها. الف هنا على قلوبكم. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.